امبارح عايزين يلغوا الدوري والنهارده عايزين يلغوا الفار. والواد عياشة بيقول لك طرمخ حسام طرمخ على اللي عمله امام عاشور. ازاي يعمل كده؟ يا عياشة يا قذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم جميعا. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واوعى تنسى اللايك والشير عشان انا ما ازعلش منك. امبارح طبعا عرفنا اللي هو طلع قال لك ايه؟ نلغي الدوري. ريح دماغك. يعني هو الدوري ده فيه ايه؟ يعني هو قام كده حلم بان احنا نلغي الدوري خلاص، مش مشكله. النهارده بقى الموقع بتاع اليوم الفاسد، ما هو برضه موقع زملكاوي قذر. بصوا، القذاره ما بتطلعش غير من، انت فاهمين؟ انتوا فاهمين وانا مش هطول كتير. طالع عامل استفتاء على الغاء الفار. مش عارف انتوا عايزين ايه؟ يعني واحد يتكلم على الدوري والتاني عايز يلغي الفار. اذا كان احنا بالفار وحكام فجرة، يعني مع الفار، يعني الفار بيقول له تعال شوف كده الكرة دي ما تتحسبش ضربة جزاء، يروح حاسبها. الكرة دي فيها ضربة جزاء ويحسبها. يعني مع الفجور ده يعني اهو بناخد 30% من العدالة، 20%. عايزين كمان تعدموها. اليوم الفاسد عايز يعمل استفتاء على الغاء الفار بناء على طلب الزملكاويه، ويجي يقول لك عداله، واحنا بناخد بطولات بعرقنا. انت فاهمين؟ بعرق شيكابالي. ده النادي الانجليزي الوحيد اللي طلب ان هم يصوتوا على موضوع الغاء الفار. هو الوحيد اللي صوت بنعم، وبقيه الفرق في الدوري الانجليزي صوتوا بلا. يعني هو اللي طالب، هو الوحيد اللي صوت انه عايز يلغي الفار. ما هو برضه ايه، تلاقي فريق كده فاشل، فريق يقول لك احنا عايزين نرجع لمتعه كره القدم. الموضوع بتاع الفار ده بيضيع وقت كتير. متعه كره القدم في ظلم الناس، يعني هي المتعه. طب ما هو امبارح كان في ضربه جزاء للمنتخب المصري. لو في فار ما كانش يديك حقك وتبقى 3 ومأمن نفسك، بدل ما كنت على كف تتخطف بهدف تعادلت خلاص، لكن كنت هتبقى 3. فانتوا حتى عايزين تلغوا العدالة اللي ممكن تحصل. يعني الفشل بتاعكم وصل لهذه الدرجة. والواد بقى عياشة، الواد عياشة هي عيلة قذرة والله العظيم. عيلة واحد ملحد يعني. ولا عارف الكافر بيبقى ليه إله بيعبده. يعني هو بيبقى كافر بشيء، الكفر هو الغطاء، يعني زي كفر، يعني بتغطي شيء، بتخفي شيء. فهو بيخفي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو أي ديانة ويعبد إله تاني. ده الكافر. لكن ده ملحد، يقول لك ولا جنة ولا نار ولا بتاع، والنبي عمل والنبي سوى والصحابة والبخاري. بص، ما يجرؤش يتكلم على أي دين تاني. هو الدين الإسلامي المباح ان هم يتكلموا عليه. لو اي دين تاني اتكلم عليه ابو حمالات هياخد بيك جزمه. رخر اخو العياشه طالع عامل حلقه عن طرمخه حسام على اللي عمله امام عاشور امبارح. هو اللي حصل قبل كده من ميدو الدنيا كلها اتقلبت وما عادتش، لكن مع امام خلاص. ما هو الاهلي اقوى من حسام واقوى من الاتحاد واقوى. بقى اللي عمله يا فاجر اللي عمله ميدو بتقارنه باللي حصل امبارح. راجل طالع مصاب إله تتصاب في عينيك ما تشوف بيها تاني. راجل طالع مصاب ومتضايق، مش شايف قدامه، مش شايف يعمل حاجة. راجل بيحب يلعب، راجل منحرر، راجل دلوقتي متصاب وبرضه هيقعدوه عشان يلعب المباراة التانية لأنه هو مصمم إنه يلعب، لأنه راجل مش عياشة. طلع تقول ما سلمش على حسام وما سلمش على مدرب حراس المرمى ومش عارف ايه، وبتقارن بينه وبين اللي عمله ميدو اللي قاعد يردح وهو طالع. ليه ده حصل من امام يا فاجر، وبتقارن بين ده وبين ده. بلاش الصرم ده، بلاش الحرائق يا جماعه. امام ده احنا ما خدناهوش منكم. امام ده انتوا بعتوه خلصتوا منه، ورجع لكم وقال لكم ادفعوا الفلوس. قلت له احنا شحاتين ما معناش فلوس، احنا خدناه. هتيجي بقى تقول لي كوبري مش كوبري؟ انت لو راجل اعمل كوبري. عندك لعيبه الاهلي كلها، اعمل فيها كباري زي ما انت عايز. الله اكبر، الله اعظم العزه وجلاله الله.
انت عايز تعمل كوبري اعمل كوبري، انت شاطر اعمل كوبري، لكن ما تحرقش في نفسك كده. انت ليه الحلقه دي؟ هو انت مش عايز تنضف ليه؟ ده جنش الزملكاوي قال لك عليك عياشه والبنطلون الاخضر، انت اساسا وخدت بالقلم في الطياره. ما انت ما هنقعد نجيب لك القديم؟ انت اتلطشت على قفاك في الطياره، اوباما واكلك على قفاك. هو امام عامل لكم ايه؟ ماله امام؟ وعمال يقول لك ايه، حتى صوره البرومو بتاع المباراه حاطين عليه صوره امام. مفيش صلاح، مفيش المنتخب، هو مفيش غير امام. الله، هو انت يا انسان يا حاقد يا كذاب يا محروق، لو امام ده زملكاوي كنت قلت ربع كلمه من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت تجرؤ انك انت تطلع تقول كلمه على الاسطوره قليله الادب بتاعتكم؟ كان اداك على قفاك. اشمعنى في دي؟ ايه الحلقه اللي انت فيها دي؟ عيب عليك، ما تبقاش هزء يا هزء. امام بيقول لك شد خفيف، شد خفيف، بس انا مش فاهم يعني هو الشد الخفيف لازم يسافر في المباراه الثانيه؟ انا خايف ان المباراه الثانيه دي بقى تقضي تبقى شد تقيل. طبعا انا مش عارف بقى راي الدكاتره ايه، وهل دكتور الاهلي هيوافق وهل دكتور المنتخب هيوافق، لان الكلام ده المفروض ان مش راي بقى حسام حسن ولا ابراهيم ان هو عادي وبتاع وهيسافر معانا وبتاع عشان انا محتاجه. لا، المفروض ان ده يبقى راي طبيب. وسام ابو علي راخر اتصاب في المباراه بتاعت فريق اخواننا الفلسطينيين مع الفريق اللبناني، وتعادلوا امبارح وتاهلوا الحمد لله، لكن في الدقيقه 2 في الوقت الضايع طلع مصاب. مصاب بايه مش عارفين يعني لحد دلوقتي، مش واضحه الاصابه. نتمنى انها تكون اصابه خفيفه بمشيئه الرحمن. وسام ابو علي كان قدامهم طول عمرهم، لما جه الاهلي نور، لما جه الاهلي خدوه. ياسر حمد لاعب الزمالك كان احتياطي في المباراه ما لعبش، لكن وسام كان اساسي في المباراه. ده الاهلي يا جماعه، ده الاهلي. نشوف بقى تركي الشيخ وهو بيتكلم على نصيحته لابراهيم فايق. طبعا ابراهيم فايق راجع بنيو لوك تاني، مفيش حاجه اسمها الزمالك والزمالك 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 والكلام الهبل ده. حتى في ظهور قفشه، وقفشه لما ابتدى يخربها راح لحقه وطلع فاصل، يعني طلع راجل محترم. فالشيخ تركي آل الشيخ طلع على صفحته بيتكلم على تجربه ابراهيم فايق، وبيقول سعيد جدا بالنجاح اللي عمله برنامج ابراهيم فايق في وقت قصير جدا، وده دليل ان الناس بتحب الحاجة اللي بتجمعهم بعيد عن الترند الغير هادف. علاقتي بابراهيم ممتدة من سنين، وفكرة البرنامج من اكتر من 5 سنين. ابراهيم عيني عليه وعلى موهبته في DMC، وكنت عارف ان عنده كتير، وجه الوقت لتقديم اعلام رياضي هادف محترم. وصيتي الفايق كانت واضحة من لحظة اتفاقنا، انه يقدم اعلام يقرب وجهات النظر ويمنح مساحة للرأي الآخر باحترام، وتقديم خدمة ممتعة لكل بيت مصري وعربي. واتكلم ان هو، عشان ما اطولش عليكم، ان هو البرنامج هيستضيف بقى لاعبين دوليين وعالميين وشخصيات عالمية، وربنا يوفق فايق لان هو انسان محترم، انسان محترم من القلائل اللي تلاقيهم محترمين زي محمد شبانة وابراهيم فايق، وطبعا معاهم الكبير كابتن احمد شوبير ربنا يديله الصحة والسعادة، اللي ما بيتكلمش في حق ابنه. والزملكاويه اللي بيحبوا ابنه خايفين على ابنه قوي. الزملكاويه بيحبوا احمد شوبير قوي، فعشان كده بيدعموا مصطفى شوبير. يا كدابين يا كدابين، انتوا كل ده عشان تدمروا الشناوي بس. انتوا المقصود تدمير الشناوي. شكرا لحضراتكم، ويا رب ما تكونش نسيت اخوك في اللايك والشير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.